إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبردوام دبين لمجلس سيم لرنكرنوي كتابي لباب التحرير في أصول التفسير لا دانراوي الشيخ مساعد بن سليمان الطيار ومختصركي الدكتور عبد الرحمن المشد، بارك الله فيهما ووفقهم الله تعالى. پیش اوی بردوام بین لمبحثی أقوال السلف بما خوش هندك باسی فضائل قرآنی بكين كوارد ولا عندك لأصحابي بيغنبري صلى الله عليه وسلم. لو أنا أبو عبيد قاسمي كري السلام لكتابي فضائل القرآن بإسناد شي صحيح لإمامي سليمان كري مهراني أعمش رواية دكا كذا فرميت مر أعرابي بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأى عنده رجالا يقرؤون القرآن فقال ماذا يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فدفرميتن أعمش دفرميتن أعرابيك بلاي عبد الله كري مسعود تيباري كمجموعة بياوتشي لكن بالقرآن يندخي، فبسياري كرت أنا تسيدا كان بسي خليكا فرموي يقتسمون ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، ميراث بيغنبري عليه الصلاة والسلام دابش دكا. ومعلوم زناتنا كعبد الله كري مسعود مجالس يهبو لا إقراء قرآن وكو أداء قراءات ولا تفسير قرآن يشبه ماشي. حتى ابن مسعود خواهي قول لي رازي بتندي فرمو من أراد منكم العلم فرمتن إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. هروا دي فرمو لا يسأل عبد نفسه إلا عن القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. طبعا أنا هم بإسنادي صحيح رواية كريالا عبد الله كري مسعود. هروا حديث من هيك لصحي مسلم حديث أبو هريرة كدفرميت بيغمر عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطبعا حديثة شيء صحيحة لصحي مسلمية بلام أوي كما بس ما كذا فرميت إلا نزلت عليهم السكينة. أجر جيت عن لحديثي أسيدي كري حضيري بتنكاتك قرآني دخين فرميت لا سرباني ما لكم قرآن مدخين جملة دنجي أسبكان بو قرآن مراقر راوسته بردوام بمديسان زولي كردوا كنت حتى ترسام لوي ككركم يحيى كرم أو أسبا زولي بكاتنو مثلا أو يبكى مضالكم أزيد لركات مخاري تماشام كرديت سرم برند كرد ك رأيتها مثل المصابيح بين السماء والأرض رأيتها ترتفع فدريتن يعني نوركم دي روناكايكم دي لعسمان برز دبو يعني لسرمالي من رأى برز دبو كبياني داها طبعا بشوبك قرآني دخيل كبياني داها تهات بكلاي بيغنبري صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا يسيد فلو أكملت لأصبح الناس يرونهم أو قال لا يتوارون من الناس.
ذلك كانت الملائكة أو تلك كانت الملائكة. فيعني حبي صحابي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وترخان كردني جيانيان لو قرآني يعني مقارنة ناكري يعني بمتأخرين وبوانيك لباشوان هاتينا. وإن شاء الله أو مجالساني ما يعني تشبهها كبوان فتشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. قالوا شاعر فرميتا لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. شاعر دليتا يعني بوغر كيداتهم كخيمة كانوا رشمال كان نفسي رشمال بون مجالس كان نفسي مجالس بن بلام وأرى نساء الحي غير نسائها. فشر زمان أن يكون فيه الجهلة هم المدرسون للناس. فإن شاء الله نبدأ بما توقفنا عنده وهو المبحث الثالث. موسى لقل ما بردوام دبيلو خنوي أو مبحثين. المبحث الثالث أقوال السلف. أولا السلف القوم المتقدمون والمراد بهم هنا السلف الخير الصالح من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. والمراد بتفسير القرآن بأقوال السلف بيان معاني القرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. أحسبك. السلف هم المراد بهم السلف الخير الصالح. طبعا الكلمة خيري إضافة كردية لبروي لجيل الصحابة والتابعين كان فيهم مثل الحجاج بن يوسف وكان في زمن الصحابة في زمن التابعين وهو لم يكن من الخير ولم يكن فيه صلاح. حجاج بن يوسف لو سردم آية تفسيرك روايات بكري لو كسي يعني حجته نخي لبروي الأهل علم نبوه. فالسلف الصالح المراد بهم جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. لو سي طبقي تفسير نقل لك لباش أو طبقانا تفسير نقلناك لبري خلاف زوربوه ولا بري آراء أهواء زوربوه مثلا قدرية بيدابون لا أواخر الصدم الصحابي خوارج بيدابون. فهتا أو طبقي السيم يعني هتا دوربري سطو بستي هزري لا تاو قرني يعني بدايات قرن دوم تفسير نقل ذكريت يعني لا أو طبقانا بل أنا باجوني كت راوس تاعيك لبروي لغة عربي قران كاري تداهي وخلق شزور مسلمان كعرب نبون لغة عربي قران كاري تدارو ده ودوج لبر تفرقوا لبر زوربوني تفسير كان ك يعني اشتكان برد بو كنترول ناكري مثلا تقول لك شيء نقل لك إلى شيء نقل لك. والله علماء أهل الإسلام معروف يعني لا قرني دوام ولا قرني سيم إمام مالك وليثي كري سعد يعني طبقة لدواء طبقة علماء أمتي معروف إنه لهم كاتب سردمة شهر هبينه. ومعناه تفسير السلف معناه المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف يعني بيان معاني القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. أزدينا سر تفسير الصحابة تعريف الصحابي. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. يركو أنا نيقوت يا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابي من هي شو البوتشي وبيك وركع وكو عبد الله بله عبد الله كريم لم يكتب. والمفسر من الصحابة من كان له آراء في التفسير وكان متصديا له ولم يشتهر منهم في التفسير سوى القليل وأشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة أو حبر الأمة وترجمان حبر القرآن. الأمة الحبر يعني هو العالم. حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ويأتي بعده في عدد المرويات عبد الله بن مسعود ثم علي بن أبي طالب ثم عمر بن الخطاب ثم عائشة بنت أبي بكر. وليس كل من ذكر في كتب طبقات المفسرين يعد مفسرا. الله يحسبك. والمفسر من الصحابة بتشيد قلت لي مفسر للصحابي من كان له آراء في التفسير وكان متصديا له يعني أويك رأيه ولا تفسيري أويك قوله واجتهاده ولا تفسيري وكان متصديا له يعني مجالسي ابن عباس مجالسي ولا تفسيري مجالسي تايبتي أو لا شعري مجالس تايبتي أو لا فتوى ولا فقهي ومجالس تايبتي أو لا تفسيري
يعني سي مجلسي جواز ولا سي علمي جواز لنفس روجي رضا ورحمة خواه لي بيتن وهم الصحابة شوشي أو مجموعي نبوينك تصديان كبير وتفسير صحابي هبو كان يكره الكلام في القرآن كان لا يتكلم في القرآن يعني وكان مقلا من تفسير القرآن هيت ما مجموعة زول مع الصحابي هي تاك تاكا مثلا اكتبي تفسير طبرية تفسير ابن أبي حاتم تاك تاكا مثلا روايات يعني ذكر تفسير آيات شان كربيت لأنهم كانوا يخشون من التفسير يقولون إنما هو الرواية عن الله عز وجل لا نقول تفسير الروايات كلنا لأخوي برولغار سبحانه وتعالى نابي إنسان لأخوي واجتهاد بكات طبعا أول كاجتهاد شكل ده بضوابط الشرع اجتهادي كده بأدلة شرعي بعلمي وكو استاكباز دكين أشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن كان يسمى الحبر البحر ابن عباس بيقول بحر يعني أوندا متوسع بأوندا يعني فراوان بلا زانس رحمة خوالي بيت ودواج باس كرديك على عدد مرويات لباشا ابن مسعود ديتن وابن مسعود نيزي 6 سال فيش ابن عباس وفاتي كرديا هاو علميك ابن عباس لباش يعني ابن مسعود يوري قلت غيري ولا الصحابة كان قال الزور وابن مسعود يعني مدحي عبد الله كوري عباسي ذكر كزور لي قولته عبد الله كوري مسعود من السابقين الأولين يك لو كساني كان بداية إسلام مسلمان بوا يعني دا قلت عبد الله كوري مسعود حفتم كس ششم كس بوا كمسلمان بوا لمكي فيش لدا يقبوني ابن عباسي بدايها صالي هاي قول لي رازي بيت ثم علي بن أبي طالب ثم عمر ثم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها دينا سأل أوي كدري ليس كل من ذكر في كتب طبقات المفسرين يعد مفسرا يعني لطبقات المفسرين مثلا عندك الصحابة باز ذكري والله شرطني مثلا لسنا إمامي أبو بكر الصديق والي رازي بيت لا تفسيري سن آيات زور كم يعني دو آيات سآيات روايات ليك ما باقي روايات لنكره لكنه يذكر في كتب طبقات المفسرين بلا ما قلت من مفسر لك نمت شيء من كان له آراء في التفسير وكان متصديا له معروف بعلم تفسيري ولا باندج لكتيبه كان مثلا دبينين زياتر لابن عباس ولا ابن مسعود روايات كده لبري انا مجالس يعني هبوا ولو علمي معروف بنا وطبعا علمك شان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتيه ولا غير اخوان الصحابه كان وجان قلتيه والتابعي من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك والمفسرون منهم أكثر من طبقة الصحابة وأتباع التابعين وتابع التابع هو من لقي التابعي وهو مؤمن ومات على ذلك وقل التصدي بعدهم للتفسير حتى ظهر ابن جرير بله دل تابعي شيء أو صحابي شديتيو بإيمان داري وفاتي كده طبعا تعريف تابعي أو كلكتوبي علمي حديثي هي شرطش كان زياد كده كمصاحبي صحابي كي كرب يعني سردمك لقلبي نجي يكزار صحابي شديد بيتن وتابعي حساب بيتن أو شرطين زياد كده طبعا ما كباسي مفسرين دكين لتابعين دبي كابرا سردمك لصحابة كيبو بيتنو عالم بيتنو معروف بيتن وطبقي تابعين أنا كبعلم علم تفسيري طلب كان ابن عباسنا يعني تابعي كان أهل مكة فأهل مكة أعلم الناس بالتفسير شيخ اسلام تيمية لا كتابي مقدمة وصول تفسير دريتن زاناتريني تابعين أهل مكة زاناتريني خلق بينا لسردمي تابعين بعلم تفسيري لبر ابن عباس لباشوان أهل كوفة دي طلبة كان ابن مسعود دي وأهل مدينة زاناترين كذبنا بسيرة وبمغازي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباشوان أهل الشام دي لبر أهل الشام أهل غزو بينا زور اهتماميان بسيرة وبغزوات بيغمبر دا عليه الصلاة والسلام بله وأتباع التابعين هو من لقي التابعين وهو مؤمن وهمان شيء أتباع التابعينش ونعيد اسبدك وخلاف تسن طبقتين أخواري خلاف زياتر لولا بروي قسان زياتر كده صحابة لما تس خلاف يعني بينهم كما لبروي مجموعات كم ينقسان لسه تفسيري كده تفسير بمعناه كباس ما كان بوشرط شروطاني كلمة بكلمة يعني باصطلاح التفسير ولا بروي كم وقسان لسري كم اختلاف لبينهم كم يعني أو اختلاف لبين الصحابة هي لسه مسائل فقهية كان زياتر لو خلافي كالسريانية لسر تفسيري لولا بروي أوان سليقة عربي ممتاز يعني هبوا ولا زور بيئة كان متفق بنا أو خلافي كالبين يعني هي
لا يكاد يذكر أو عندك كما يعني هرباسش ناكري والله تابعين زياتر ولا بروي زياتر اجتهاد يعني كرديا واجتهادش شويني أخذ وردية بلان بابتك إلي كان زور مهمة أعقامان ليبيتن كذلك خلاف لبينيان هبوا خلافش أنواعه هي استباسي لكن لو كتبه خلاف تنوع مانية خلاف تضاد مانية أو خلاف كلبينيان هبوا باش شهر زوري اختلاف تنوع بوا استباسي لكن معناه اختلاف تنوع وزائدا مسألة كشي روني بكينوا مجموعي أو أقوالاني كأوان هيام ولا تفسير آياتش مثلا الطبقي الصحابي مثلا سي صحابي مثلا آياتش كان تفسير كده بمنوعش ناكري كسش تابعي بيتن آياتكي تفسير كبمعناه شي أو أن شرقي من أو لغربي بيت أجر شتى هاروب داتن تفسيركي مقبول نية وبنسبة مش أجر بيتو اختلاف لبين مثلا طبقي تابعين لسر آيات شيء بيتن دبي يقلو معاني أنا حق بيتن ناكري ما قولة شي محدث إضافة بكين لبابي تفسيري نقل بابي فوائدي نقل بابي تدبري بابي تدبري مفتوحة بابي توسع كردن لعلمي مفتوحة والله لبابي تفسيره بياني من خاصة لآيات أحكامي آيات أحكام متزالي ويتدانية كسك بيتن لباش طبقي صحابة وتابعين اجتهاد بكاتن قولة شنو يدروسكا كوان باسيان نكبي لبريو كاتي ويا كوان إشان بآياتكي نكردي أجر قولي وان غلط بي لآياتك أحكامي بس حلال وحرام أوان هم يان برين حلال كسش كلو لا برين حرام بغاتك يعني أوان غلط بينا لإيش كردن بقرآن يعني إشان بقرآن نكرد فمحاذير إشكاليات زور ما لو دروز دبي أجر تصحيح أو نوع قولان بكي وزور نيزانانج لسر أوينك لآيات أحكامي يعني حق لبيني وان درناسي أو زكامي راجح حكامي مرجوحة وبس بابا تشتكي فودو بابا مهمة كمان ليبيت بالله. ثانيا ووجه اعتبار أقوال السلف مصدرا للتفسير عدة أمور. أما الصحابة رضي الله عنهم فلأهمية تفسيرهم أسباب عديدة منها شهودهم التنزيل ومعرفة أحوالهم ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن وكونهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن ولحسن فهمهم وسلامة قصدهم. والله دليل تنسى طبعا لبرتسى أقوال السلف بوكو مصدرك لو تفسيري دادن دريتن يا كم شد بين الصحابي جرينجي تفسير الصحابي تي يا كم شهودهم التنزيل يعني تبين بيش تساوت صحابي كان لقل بيغمبري بن صلى الله عليه وسلم كآياتك دابز زانيت يعني لا السياقة دابز زياتيان زانيت يعني موضوعك تسيه يعني وشي باش اخوان اجنبي نبوينا لسبابتك اغان لا يعني درتشي موضوعك كرديك او ايات دابز درباري شي دابز نمونه ساده انه نمونه زور مهم دينه وكا مثلا باش صح طبقي صحابي تفسير عندك ايات يعني كرديه بغلط لبروي يعني تينجيشن الاياتك لبروي لسياقي اسباب نزولك تينجيشن مثلا مسروق كتازا باسما كان مسروق من الاجدع يعني هو من اعلم التابعين صالي شيء تشتكي زي وفاتي كرديه طلبي عائشه بوا طلبي ابن مسعود بوا طلبي امام علي بوا سمع مستوى زخمه هبي يعني عالمه زور قورب رحمه اخوي عليه لو اياتي كباسي او دكاتن ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مسروق اياتي ليان برسي قلتي آياتا معناه أوياك طواف كردن بالصفا ومروي لا حج ولا عمري سنته فلا يعني واجب نية آياتك بونوع نار آياتك استردرين فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف جناح ناقت يعني اشتكي سنتشي مؤكدة يعني سنتشي مندوبة يعني اشتكاك مستحبة طاني الله كعائشة جي لو قولي بو كوقسان عايشين نقل كمسروق أو شيء يقول ليس ذلك كذلك قلتي لبروي كالصحابة كان لباشي فتح مكة ياخذ لباشي أو صلح الحديبية عفوا كتون له عمره كردين لقى بيغمر عليه الصلاة والسلام حرزق للدليان هبو كطواف بصفا ومروي كنت كأهل الشرك أهل الجاهلية كحزي عندك الطواف يعني بصفا ومروي ذكر وصنم مش هبو لغندر فللدليان جرام بوكا مثلا طواف بكن يعني بيان وابوكا مش يعني خوش بهاندنا بأهل الشرك أجر طواف يمكن بصفا ومروي
خواهي قولش أو آياتي دابزان إن الصفا والمروة من شعائر الله أو لبشك لدين خواهي قول سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه آياتك باسويدك كتشبه نيبوي لو لبر عائشة لكاتي قصة كيبو أقدار بوكا صحابة إشكالاتشان لو دروز بو لبان الآياتك بو بواضحي تيجيشت أجر ناس طواف كردن بالصفا والمروة ركنة هم لحجي هم لعمري كابرا قر عمري بكاتن طاف بالصفا والمروة عمركي باطلة فيقلا صار ركنكاني عمرية طواف كردن بصفا والمروة بلام لو مسروق كتابية قوري لو آتي درش آتك إنك لبروي أقداري لا أحوال تنزيل نبوة كعائشة أو لنا وضع كيبو أو لقر بيغمبري صلى الله عليه وسلم أو أقدار بوكا أنتي إشكالات شان لو دروز بلا تيجيشتن لو آتي وزائدا صحابة كونهم أهل اللسان كانوا عربا يعني فصحاء لم تختلط بألسنتهم العجمة يعني تيكر نبينا لقر بغير إخوان ولحسن فهمهم وسلامة قصدهم صحابة كانوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام شاهدين لو دراية تسكية كراينة بنص قرآني كنيتيان باجبه طبعا نيتيش دور دبيني لعلمي أجر إنسان نيتيش خرابيها بخواهي قول سبحانه وتعالى بقدر نيتك علمي ذاتي فإنسان دائما طالب علم يعني دائما تجديد نيتي خوي بكاته وأما التابعون لبرتسي جرينجا تابعون استاباز دكين لبرتسي جرينجا وأما التابعون وأتباعهم فلأنهم وعاء لتفسير الصحابة رضوان الله عليهم تابعينش طبقي تابعين وكو يعني أقول وعاء وكو منزلق وكو مثلا كونتينرك وكو اشتكى أقوال الصحابة وتابعين ورقرتي أقوال الصحابة ورقرتي تابعين يعني زور قوليه كتابعية كتفسير القرآن دكا باش أو كبحث دكين دبين ابن عباس نفسي قولي ورقرتي يعني طلبة كان ابن عباس زور زار تفسير آيات أجد كما مثلا وشي سعيدي كرجوبة وكو مجاهد مثلا قولك قول ابن عباس يا والله أو تابعية طاقتني كبسيار اللي ذكريا مثلا تفسير آيات تسي أو بريتن جملة ابن عباس يبقى أوعي قلت يكسر بخوي دري آياته ومعناه هي والله كذا قرب باشي بحثي عين ابن عباس لري طلبت كنفسي آياتي بنفسي شد تفسير كرديا فأوان زور زار كو تفسيري لوان نقل كرايا باش الشهر الزوري مطابق للصحابي وريان قرتيا أجر تش بتصريح باسي عنا كبي كالصحابي وريان قرتيا أو بابا زور مهمة درش بيبكي بالله ولثبات منهجهم ومصادرهم على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم طبقي تابعين إيش هذا الطبقي تابعين نادرة مثلا طبقي تابعين أهل أهواء يعني تدابيت وأهل أهواء يجبلوا سلمي تابعين يعني معروف نبوة أهل صدارة نبوة مثلا منصبة رسمية بيتن أو متأخرين ردا لسردم إمام أحمد ردا كمثلا المعتزلة وغيري وان جهمية وأنا منصبي رسمية وقرتنو هنا دوراستي خلشي أجرنا للسردمي الصحابة ولسردمي تابعيني أهل أهواء لصدارة نبوة بالله ولكونهم في عصر الاحتجاج اللغوي ويلزم من عدم اعتماد أقوالهم انقطاع حلقات التفسير وقد اعتمد العلماء المدونون للتفسير المأثور تفسيرهم يعني أجر نقطة كم لأنهم وعاء لتفسير الصحابة نقطة دوم لثبات منهجهم نقطة السيام لكونهم في عصر الاحتجاج اللغوي يعني لسردم يوي بنا كلغة عربية هشتا احتجاج يعني كابرا روجانا بعربية فصيح قصيدك أو كاتي يشتغل لهذا دروز نبأ أو لهذا عراقية أو لهذا نظام حجازية أو شامية إلى آخره باشا أو كاتي سردم احتجاج لغوي بوا ويلزم من عدم اعتماد أقوالهم أجر اعتمادنا كين دو إشكاليات ما ندرس دبي كيك لإشكاليات كان أو انقطاع حلقات التفسير يعني أو التفسير يعني أو طبقاني كنقل كلام انقطاع دروس دبي وزائدا يقلب بالغانش علماء أواني كتفسير مأثور يعني نسيه وشي طبري وابن أبي حاتم وغيري وان لزانان مثلا ابن مردوي تبي تفسير يعني تفسيري مأثور منظورة هميا بإجماع تفسيري الصحابة تابعين وأتباع تابعين يعني نقل كردي أو سي طبقية باشيوان ذكري نقل بكري تاكا والله وكو كثرتي أو سي طبقيين وزوريني هرزونيشان طبقي الصحابة وتابعين زور به هرزوري لصحابة وتابعين أتباع تابعينش راست أقوال ينزور بلام لنقلي نقلك زياتر يعني تركيزك لسه تابعين بله
والتفسير الوارد عن السلف نوعان. بله. الأول التفسير المنقول، والثاني التفسير بالرأي. يعني أول لك أنا زور ميمة أما قلت ما أودع بشكرني بين تفسير دو نوع، تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تقسيمة شي غلطة. لو غلطة لبروي حتى التفسير المأثور رأي تدايا أيوجد دو نوع، تفسير شي منقول وتفسير بالرأي. باشا تفسير منقول كاش ده بتتصار قسم أقر بيت وليك أنا وقتان لو كينو بي واضح لك التان رون بيتا بردعا ما بخينو ما مستر. والنوع الأول 4 أقسام. أولها ما يرونه عن النبي ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته. وثانيها ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. وثالثها ما يرويه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم. ورابعها ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين. أقالير ابن السين تفسير السلف. أنا وزرمي ما لو كلمة سلف تبقين ما قلت ما تفسير السلف الخير الصالح، يعني أو كلمة سكزول بكار دي عندك جماعة بكاري دين بمعنى لا بلا أما تبقين كمسلم بي طبقي صحابة وتابعين وأتباع تابعين حصرا. عشان وجد بتدوبش التفسير المنقول يعني أوان نقل يعني كليا لتشان نقل كليا أيجد بتتصنعك. ألف لبيغمبري عليه الصلاة والسلام. باء أسباب نزول. صحابي يقدر يو آياته سبب نزول يو آياته أو أبوه أو نقل عن اجتهاده نقل لبولي بخوي ليه من دلبو نقلي كده لما باشا. نوع السيم تبو ما يرويه الصحابة ما يرويه التابعون عن الصحابة. باشا تابعي قول شي نقل لك على الصحابي بس على مجاهد دك الآيات تفسيري تسيا طيب ابن عباس قلت تفسير آياتي بو نوعيه باشا يرويه التابعي عن الصحابي. نوع سارة ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين. أتباع التابعين عن التابعين. مثلا لنوع أتباع التابعين عن التابعين ابن جريج روايات دكا لا مثلا لا مجاهدي يعني لا عطاي طبعا دائما واسطتش موجودة بين ابن جريج وبيني يعني طلبة كان يبقى يعني باشا أو تصار قسمة معنا هي لتفسيري منقول باشا أو زدليتن والنوع الثاني 3 أقسام. النوع الثاني 3 أقسام. أسباب نزول استاذ قرين وصل أسباب نزول. طبعا أسباب نزول زور جرينجا نوع كان أسباب نزول بزاني استاذ لكم أنا أول شيء لكن أسباب نزول دابشي سنوع شيء لكن سنوع ونيا ما مصطفى بالله. أولها ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. نوع كمان هي غير صريحة بالله. وثانيها ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى. أكثر من معنى. ثالثها ما يربطون الآية به من القصص. ربط الآية بالقصة بالله. أجا نموني للسلام دينتو برو سيباشي بالله باشي برو. والذي يعتبر حجة من تفسير القرآن بأقوال السلف نوعان. الأول ما روي عنهم من تفسيرات للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ما روي عنهم من أسباب النزول الصريحة ويلحق بهما ما وقع عليه إجماعهم وما يكون له وجه واحد في المعنى. إذا قال لكم أنا واضح بيتا تلتان أو نبيتن أسباب نزول كنقل يعني كده دو نوع غير صريح
ماشي بۆ نوعی دابەشی بکەین جوانتر دەبی لە غير صريح ولا غير صريحش صريحك نوعية يك نوعه غير صريحك تنوزها شيء لمعنى ياخذ ربط كني آياتي بو نوعي تفسير يعني كردية أو اتفاقي لسرة يعني أو شبه إجماعي لسرة أو حجته تاو لبروي إجماعي يعني لسرة اختلاف يعني لسرنية يا مباشر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم روايات يعني كردية ياخذ أسباب نزوله كان باس كردية كصريحة درين أو آياته مثلا عائشة تعزت باس كرد قلت يو آياته لسبب نزولك أو بو ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما سبب نزولك أو بك صحابة كان حرز كان هبوا لبروي ويان زاني بك مشابهة بمشرك كان بلان قرآن بياني كركوا لشعائر دينيا ولا سر ملتي حنيفية سمحي إبراهيم عليه الصلاة والسلام باشا بو نوعي أو حرجي لكن ينهبوا رفع كره معناه آتك أو نبوك يعني طواف كردن بصفا ومروي سنة بيتن واجب نبيتن أما غير ذلك مما رواه التابعون عن الصحابة بردوان بابا وأما غير ذلك مما رواه التابعون عن الصحابة أو رواه أتباع التابعين عن التابعين أو كان تفسيرا بالرأي فحجة بمجموعه إذ أن الحق لا يخرج عن أقوالهم وقد يأتي بعدهم أقوال صحيحة تحتملها الآية. بله أو قلت مان تفسير المنقول ليركانش قلت مان التفسير بالرأي هذا لو حالتي كباس ما كرت لو دو نوعي قلت مان كان جدا بتاع حجة قلت مان حجة بمجموعه مجموع أقواليا حجته لأن الحق لا يخرج من أقوال يعني كابلا لقر بيغمبري صلى الله عليه وسلم زمان عربي فصيحة آقاي لأحوالي نزولية زوربي أقوال كان لسيق معناي اتفاقي لسيق معناي كردية مجموع أقوال كان كاتفاقي عن هبيتن أو زي مصدري أو قولي نقل بيان رأي باجتهاد بي ما دام هميان لسيق اشتي متفقا قول كان حجته أو زور مهمة لو باوتي تبقى إن شاء الله لا باب إسرائيليات زيادة تدقين لبرو إسرائيليات بمعنى شيء زور سقط أما اللي تيجيشتنا حتى عندك لا زانيانش رحمة إخوان اللي بيتن لباب إسرائيليات زور متشدد يعني أو كصحابة وتابعين تعامل يعني قال كده بون نوعي تعامل يعني نكرديه يعني زانا من هي يعني ميزيشي همو إسرائيليات رفض كرتو أو بعض ذكين إن شاء الله إسرائيليات تنوع شيء هي هم يقنعني أنا أوي كلام كان مهمة تفسير السلف يعني كما اسمه بالصحابة وتابعين وأتباع تابعين لسبابته شكوك بون أزو بابته اعتماد يعني لسرائي يعني اعتماد يعني لسنقلي وما دام كوك بون أو كاتي حجزت أجا اختلاف لبينيان دروز بو قولي كساشي لسا قولي أويديك حجزتني دو تابعي اختلاف يعني هي نقولي ولا سوي حجزت نقولي ولا بروي أو كاتي داقرين السر بابي ترجيحي كلا فصلي تسالم باز دكين باسي قواعدي ترجيحي دكين فصلي تسالم يعني بينزام بالي طب زان واضح إن شاء الله لكتان أجر اشتك هي واضح نية بينبرن يعني بس آسان كده إن شاء الله بو رسمي آسان تلاتك كتابة كامل لسيك باس كده بالي والأصل ورود تفسير السلف مسندا يعني بس سند رواية ذكري وما ورد بلا إسناد يحكى دون جزم بنسبته وإذا وجد الإسناد فلا يخلو من حالين الأول أن يكون صحيحا فلا خلاف في ثبوت نسبته إليهم الثاني أن يكون في الإسناد ضعف وقد جرى عمل المفسرين من المتقدمين وكثير من المتأخرين على قبولها ولم يعترضوا عليها ولا توقفوا في صحة نسبتها بل كلهم ينسبونها لهم ويعتمدون المعاني الواردة عنهم حتى الذين لم يعتنوا بذكر أسانيدها كالبخاري في كتاب التفسير من صحيحه وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل منهم فلم يتوقفوا إلا فيما يشكل من المعاني نعم يشكل من المعاني فينبهون على الإسناد آنذاك بالفتح ومن ذلك
رواية الطبري في تفسيره سند السدي المشهور وقبوله التفاسير المروية بهذا الطريق وعدم تنبيهه على ضعف سنده إلا في موضع واحد. يعني زيادة اللصد زاري أو سندي نقل كرديا إمام طبري سندي إسماعيل السدي من أتباع التابعين وكان متشيعا وهو ضعيف في الرواية. باشا بلام تفسير ابن عباسي رواية ذكر أو كابدة. وكذا غيره من الطرق التي فيها الضعف. تفسير ابن عباسي رواية ذكر السدي طبعا سندك ضعيفة علماء جزان ضعيفة بلام لزيادة اللصد زاري لنا تنها ليك زاري قلت يا سند ضعيفة إشكال تداية طبري أو كاركي سيستا وكاركي بازدك قلت مان أصل لتفسير السلفي لروي سندوا دايما سندوا نقل بكريتا يعني عادة أو أنا كهيت من أمام مثلا لكتيبه كان بس سند روايات كده. باشا قلت من منقول بسند محكي بلا سند. مثلا كتابة متأخر دخينيوا كمثلا لروح المعاني إمام آلوسي دخينيوا كقال ابن عباس هذا دقري سرب من دقري لكتيبه كان أو قولي نابينيو إمام آلوسي دبيني أو قولي لشي نقل كرديا مثلا لتفسير خازني نقل كرديا لون منه دقري يعني والحاصل سندي نابينيو علماء تتابع يعني كلا سنقلي قولة شي سندينيا فهو كسندينيا أو يعني شويني بحثي مني لبروي زوربي أو كنقل كراه سند والله أو ببيت سند نقل كراه اعتباري لناكي أتا صريح بين يعني أو أقوالاني كنسبة درجة الصحابة وسندينيا باشي قراني كذا قرين اعتباري له ناكي بتايبتي لتفسيري متأخرين أو اشتا موجودة بالأخصش تفسيري ثناء أو الشيخ أبو الثناء الآلوسي رحمة الله عليه بيتم منقول بسند أيش دو نوعه يعني سندكي الصحيحة يعني سندكي ضعف اشتداهية أو كصحيحة ديار إشكاليات مان لينيا أصح أسانيد ابن عباس الشيء طريقي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكو كتاب مثلا كابريا كتاب الشاب ولا ابن عباس نقل كله مثلا أسانيد كان عندك مثلا هيتمان مجاهد عن ابن عباس يعني لون من مثلا عطاء عن ابن عباس أنا السند أنا معروفة ك سعيد بن جبير عن ابن عباس أو سند أنا معروف الإشكاليات يعني ك لابن عباس صحيح أو سندك ضعف تداهية سدريتا وقد جرى عمل المفسرين المتقدمين وكثير من المتأخرين على قبولها حتى أو سنداني كضعف جتداهية باشا مرام مفسرينك وشي طبري وشي ابن أبي حاتم يعني أقل بقرين بين دابش بكين لو صار صحيح وضعيف وشي عندك لا زانان أو شتي لكن تفسير طبري دابش كين صار صحيح وضعيفي سام مجلد تفسير طبري بري بيز مجلدة كم تروانيا بري بيز مجلدة أقل دابش كين صار صحيح وضعيفي سي مجلد صح دردسي حفظي ضعيف دردسي ببي أو شرطي كاما دامنه أقل ما نوي أسانيدي تفسيري وشي أسانيدي صحي بخاري مسلمي بيتن أقل بو شرطة تندي دابني سي مجلد دو مجلد بانو دردسي لا طبري ما باقي هموي دست أو قسمي بلام زانان أو قسمي وردقنا أقل تشج ضعفي تدايا لو لبروي تن سببك كباسي دكين إن شاء الله بلام تدريت النيركوانا كلهم لم يعترضوا عليها ولا توقفوا في صحة نسبتها بل كلهم ينسبونها لهم ويعتمدون المعاني الواردة عنهم حتى الذين لم يعتنوا بذكر أسانيدها كالبخاري في كتاب التفسير. طبعا البخاري في كتاب التفسير وهو من المتشددين في قبول الأسانيد وله شرط خاص به رحمة الله عليه روى طريق علي بن أبي طلحة. طبعا ولا قسمي صح ما عندنا يبقى البخاري روايات كلها صحيح أجنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع بالإجماع. علي بن
ابن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، لم يلقه، وإنما وجد كتاب مجاهد عن ابن عباس فنقل منه. وغالب التفسير يعني غالب هذا الطريق المعاني فيه صحيحة، إلا يعني في آية أو آيتين عليها إشكال، لكن غالبه مقبول. زانيان لكاتي تفسيري كنقل كلا للصحابة تما شيء سنادي ناكن تما شيء معناه كيدك أجر معناه لقر لغة عربي لقى قواعد أصول تفسيري إشكاليات نبي إسنادك مشيدك حتى أجي إسنادك زور إشكالية مثلا لا ضعيفة كي مثلا زلتوزك ليك نزيك ليك أنا بلام تفسير السدي عن ابن عباس ويبارش كينو بدأت تكرر نبيته. تفسير عطية العوفي عطية عوفي لتابعين يا بلان ضعيفة للروايات عن ابن عباس. السدي إسماعيل السدي لو كتابك ايش هي لو كتابي بالدسبان إسماعيل السدي وهذا شيء ضعيفة بلان لا تفسيري لأن روايات ذكروا زانان زور اهتمام بس أنا كان هذا لو يوم مسألة عن زيادة لكن روم بيتن أو عند بس كبرين إمام بخاري لكتابي تفسيري لا ضمني صحيحي رواياتي علي بن أبي طلحة كردية لابن عباس كمنقطعة لشرط بخاريش أويك إلا سند متصل بالسماع أو زر روايات دكا بلان لا تفسيري فرقه حتى إمام أحمد دريتن سعل مانديتو كأصلينية تفسير مغازي علم كي أثر كم ببيني بس تفسير مغازي تدا ما بس تيجي كأصلينية ما بس تيجي كأسانيد كان يوشي أسانيد أحاديث أحكامي متصل نية بو سندي متصل نقل كرابيته ما أقول كزانا اهتمام بيدن اهتمام بالسند كينا اهتمام با معناي أو سند يدن كبس المقارنة أو قولي لكن لابن عباس لقى قولي غيري ولا الصحابي أقل معناها كالصحيح بيتن إشكالي يعني قبول لكن تصير رواياتي السدي بتصير رواياتي عطية العوفي بي. وطبعا الشيخ عبد العزيز الطريفي كتيبة شيء لدراسة كرنية أسانيد كانوا أو مسألة زوان ترون كرتوا ناوي التقرير في أسانيد التفسير قال لي ربي نسي طبعا بقرأ نفسه وكتيبة التقرير في أسانيد التفسير كتيبة شكرتها زور دريجنيا طريفي أنا أشتكي بعض دكين كدرين أو ساندان أو لكن أهل حديث مقبول نقبلين أو لكن أهل تفسير مقبول وأهل حديث قبولناك لا أقرت عندك لزانان متأخرين أهل حديث أو سندان هم رافض كرتو أو آثاران هم رزق والله لكن متقدمين وش ابن أبي حاتم وكو طبري أصلا ابن أبي حاتم صاحب كتاب جرح تعديلية أو ابن أبي حاتم لسلوان دزاني أم نوتنا ما دزاني أقرأ رواياتنا كربالوما والله روايات شكردية وإشكالياتي لقرين أبو بقرأ نسو كتابي شتي زياتري تدا بهمان شو الشيخ حاتم العونيش كتابة شيء لو بابي بله ملاحم بله بله ملاحم أحسن بارك الله فيك. وأورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يتوقف عند كثير منها. الضحاك لم يسمع من ابن عباس ولم يدرك أصلا زمانه فهو يعتبر من التابعين يعني لكن لم يدرك ابن عباس. ضحاك بخزمة ابن عباس نجيشتيو لا روايات كان ابن كثير زوري لروايات كرديو إشكالياتي لقرنا بوا بله. وأورد ابن أبي حاتم في كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلقى ابن عباس رضي الله عنه ولم يمنعه ذلك من أن يروي عن نسخة الضحاك هذه أكثر من 380 نقلا. 680 زار لي نقل كردي تفسيرك يا أخوي أقرتش اتفاقي لسلكة لم يلقى ابن عباس لكن أديو تفسيري لشي هنا يا ضحاك بخوي دروستي كرديو دايتي طالب ابن عباسي سرتاوي أو تفسيري كضحاك لابن عباس نقل لكاتسيا بالضبط اللي طلبكاني وريقرتيا ياخذ لك كتابي طلبكاني وريقرتيا فليركو أنا أما درين رواياتي ضحاكي لابن عباس أقرتش مقبول في بلامتش أو روايات الصحانية أو أنا أسانيد كالشمس أقر
سند كان مثلا هم استثناء السند مجاهدي معروفة، سند شي بصرية مثلا سند قتادة عن ابن عباس، قتادة بن السين سواء كم علي بن أبي طلحة لكيه علي بن طلحة عن ابن عباس هم ابن عباس زيادتين إشكاليات للسند كان وياه سند كان ابن مسعودي سطانو تبين صحيحة يعني مسروق سندي كوفي معروف يعني طريقي أعمش طريقي منصوريا كأنا طلبة كاني عبد الله كريم مسعودي بنا والله مشكالياتك اللي كانوا درس ديوس ابن عباس ما زالي زول ولا تفسيري خلق شي زول لأن نقل كرديا والله هم يعني لنقل كردين أقوال ابن عباسي لنفس قوة نبينا والله كمثلا ضحاك قولش لابن عباس نقل كرديا لشيء خوي درينه هنا ما بسنا أويك مثلا استفادة لكتاب مجاهدي كده استفادة لكتاب عطائي كده باشان استفادة لا أو شتي كده كمثلا معروف ولا بيني خلشي كابن عباس أو آياتي بونوعي تفسير كده متداول ولا بيني أو نقطة زور مهمة. ومن منثور كلام الأئمة في منهجية التعامل مع مرويات التفسير ما ورد عن يحيى القطان. يحيى القطان هذا هو يحيى بن سعيد القطان البصري مع مصطفى إمام أحمد وطلبي الشعبي والشعبة ابن الحجاج يعني هو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة كمين كذبك لزان جرح تعديلي توسعي كربيتن وقسيل جرح تعديلي كربي ويحيى كري سعيد قطان وعبد الرحمن كري مهدي أو علمان لي ورقرتيه وإمام أحمد أو علمي جرح تعديلي لا يحيى قطان ولا عبد الرحمن كري مهدي ورقرتيه. طبعا وأنا لكبار محدثيني سلم إخواننا لا قولا زانان أهل حديث بنا سدريت درباري تفسيري. تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي سليم جويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب يعني الكلبي وقال هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب عنهم التفسير. هؤلاء لا يحمد حديثهم أحاديث يعني الروايات ناكرة أحاديث مرفوع لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكن يكتب عنهم في التفسير. تفسير كان دنسريت الروايات ذكرت للاعتبار وأحيانا للاحتجاج بلا إشكال. قال البيهقي عن حال هؤلاء وقال البيهقي عن حال هؤلاء والضرب طبعا أنا باس كده هم ضعيفا ليث بن أبي سليم ضعيفة جويبر ضعيفة ضحاك ضعيفة محمد بن سائب منكر الحديث يعني حتى اتهم بالكذب في الحديث محمد بن سائب الكلبي وهو صاحب كتاب في النسب وصاحب كتاب في المغازي أيضا. نعم. وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام يعني عند القضاة أنا كقاضين. وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم. أما درين إذا مسألة فرعية بلام حتى للترغيب والترهيب أجر بيته حديثك يأخذ أثرك حكم اجتدابيتا مثلا بري أو أون دركعات نيجيب كي أون دخير الدقات أجر سندكي ثابت نبيتا سكا تحديد ركعاتك كرديا نارين ولا فضائل أعمال قبوله سكا تحديد عبادة كرديا كثابت نبا سندش صحيح والله ما قبل مثلا أوي كصلاة الضحى يبقى أون دخير دقاتي لا تساهل لذكري سكا أصل صلاة الضحى ثابتة بدليل تشتكى لبيغمبر صلى الله عليه وسلم وهكذا. الأصل من وجهك داب مزجني أصل عبادة شرطية نجي حتى أقرب مثلا بابة فرعي يعني تساهل الناكري بالله. وعلل البيهقي ذلك البيهقي نعرف فيما لا يتعلق به حكم أجر حكم اشتدابي حتى أجر تفسير يجبي حتى أجر ترغيب وترهيب يجبي حتى أجر مغازي يجبي كانش حكم اللي ورد جيره ده بأقام له بابة تيبيا. علل البيهقي ذلك بقوله وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب وإنما عملهم الجمع والتقريب فقط. يعني أويك ضحاك أويك
عوفي لابن عباس نقل لكم تشهد له لغات العرب، لغة عربي شهادي لداك أو تفسير الصحيحة. فطبري لباتي ويبيت بخوي بريا من تفسير آيات تانو لكم بونوعي اشتكي نقلي جاهزي لبيشك لأن نقل لكات. وقال الخطيب البغدادي: إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه. عاصم بن أبي النجود أويك استاذ زوريني أمتي بقراءتي بقرآن دخينا، أمشهر بالروايات بدخين، يعني بقراءتي بدخين للروايات حفص عن عاصم كان ضعيفا في الحديث وأحاديث أحكام لي ورناجيلة، ولم لقراءاتي كان سيد أهل زمانه. وهكذا في التفسير، يعني مثلا الكلبي كذاب في الحديث على الصحيح، لكنه في التفسير إمام، هو له علم بالعربية ما ليس عند غيره. وهكذا الضحاك وغيره. يعني أنا كمثلا أقرت ضعيف يعني إشكاليات أنا بلا علمي حديثي والله تفسيري حديثا لتفسيري لأن روايات يعني قبول ذكرية بشاهدي خطيب وبيهقي وجورزانان أهل حديث. وذهب جماعة من المعاصرين إلى ضرورة نقد مرويات التفسير على طريقة المحدثين لأسانيد الحلال والحرام، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في جوابه إلى أبي إسحاق الحويني، وهذا الاختيار فيه نظر. أولا سؤالات الشيخي أم جملة يعني كبسياري لذكاء ذلك ضرورة يعني لمرويات تفسيري الشيخ الألباني مخالفا بمن سبقه من علماء المحدثين دلي بالله دبي عينه شيء أسانيد فرق نية أويك ضعيفة دبي ضعيفة قبولينك، فهذا فيه نظر، فهو ليس على منهاج المحدث، هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه وغفر له. نعم. حيث أن منهج المحدثين كما يظهر من تطبيقهم لا يخرج عن حالين: الأولى أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابا فيذكرون أحوال الرواة وحال هذه الطرق كما في الإرشاد للخليلي. الثاني أن يكتبوا في التفسير وكان منهجهم اعتماد هذه الروايات التفسيرية، وإن وجد اعتراض فعلى أمثلة معينة في أحد هذه الطرق وليس على الطريق كله مع بصرهم بضعف ذلك الطريق، كما سبق التمثيل برواية الضحاك عن ابن عباس. يعني آل حديث عموما إشكاليات لغير أو بابتين يك واضحة بيسناك زيادة تفصيل بدين. والأصل في التفسير أن يكون بيانا للمفسر بما يطابقه في المعنى، إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى. استعاطينا السر موضوع ديكا كزور مهمة تركيزتان زيادة كان استعوانك مسألة أو آساي بلان أو تركيزي دويتا، يعني أو كشتش تاريخي بوزمان زانان أو أنا قبول رون ما كردوا بلان استعوا لركوانا تركيزي دويتا. الأصل في التفسير أن يكون بيانا بما يطابقه في المعنى، إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى، كالتعبير بالمثال والتعبير بالنزول والتعبير باللازم والتعبير بجزء المعنى والتفسير السياقي، وكلها أنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحد والتعبير مختلف. يعني أصل لتفسير سلفيتيا كلمة شبيني بمطابقي برانبرك إخوي، بلام عندك زار هي تفسيري آيات چی دکا نمونه چی دین تو یاخود باس سبب نزولی دکا یاخود باسی باشه چی او معنای دکا یاخود باسی سیاقی آیات کی دکا استا نمونه رونی دکین وکا تركيزي دي براستي أو نمناني كديني. فمن التعبير بالمثال ما ورد في تفسير قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عطية قال السدي: الضر ها هنا المرض والخير العافية. قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال، ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله،
إن ضر فلا كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا راد له ولا مانع منه. والله أحسنت. استعليلكم أنا نمونك بأنا تعبير بالمثال السدي بس ما نكر قلت بأنا وهم رواياتي لابن عباس هم بخوشي اجتهادي لتفسيره. آياتك معناها إن يمسسك بضر أو موضع الشاهدك إن يمسسك بضر ضر يعني أزيت ونيا سدي هاتي دري الضر معناي مرضه أو تفسيري نمونك لنمونكاني ضري سكا الضر دكريتا فقر بي دكري بلاء بي همي نمونانا لسا معناي ضري هم أو معناي أنا مثلا بلا مصيبتك إفلاسك نخوشي همو نمونانا لا أو شتك أزيت إنساني ده الخوف من العدو أوش ضره باشا الخوف من العدو همو أوشتاني كأزيت إنساني بداتن همو نمونه بلام سودي هاتي نمونه چي باس كرديا داري تفسيري ضري بريتالا نخوش عطي عوفي هاتيا قوتيتي وانا وقال زورا لكتيبا كان تفسيري قوتي معناه ضري لو آياتي فقرة قوتي الضر الفقر خلافي لبينيا ظاهري هي بلام خلافي تيا خلافي تنوعي بيدرن أو لبر هردو كان بيستيتان معناه كيرون كنوا بلفظي بنمونشي يعني بجزئي أو معناه ضر مرض بشكل ضري فقر بشكل لاوي فاختلافها شيء يعني حقيقي لبينها موجودني قولي وش راسته قولي وش راسته والله أويك شارزان بيتن لتفسيري دركاك أو آياتا ده قولي لذاتيه يقدر أود زين قول أنا همي قولي جواز الأصلي معناه كش ثابته كظهر معناه شيء خوي هيك أزيته باشا يعني أجا ظهر بيت بمعناه شيء مطابق أو يمكن ظهر هالظرة يعني معناه شيء واضحة بلا كو نمونا كدين نوا زانا يعني صحابة وتابعيني نمونا هنا تولو آياتك قلنا أصلي معناه كي خلاف يعني لسرنية أو بابا زور مما آقات عن النبي لكاتي مطالعة كردني كتابة كان تفسيري بله. ومن التعبير بالنزول مع صراحة العبارة في السببية ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لو بشيك طبعا ولا علوم القرآن أو آياتاني كتلاوي نسخ به أو بشيء ورهطك منهم المخلصين أو نسخ به ولا مصحف ما موجود نية أو رفع كريه آياته خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف أو شيء بانك ماندك قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أسرع في القراءة أسرع في القراءة يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية وانيا أحسنت قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. أول طبعا لصحي مسلمية وقراءة أعمش بلام قراءة شيء شاذة لبلو موافقي رسمي مصحفيني قراءتي متواترة ما قراءة كان معروف يعني ناسينا تفاصيل قراءاتي ليركو أنا ما أوي كما دخين قرآن تبت يدا أبي لهب وتب ببيع أو قد قراءة أعمش وقراءة شيء شاذة أقرتش تأثير لمعنى كيناك بلام قراءة الشاذة بينه سر أصلي بابتك أصلي بابتك هي التعبير بالنزول مع صراحة العبارة في السببية أنذر عشيرتك الأقربين أنذر عشيرتك الأقربين
سبب نزول آياتي بو هو أو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بسر صفاي بكويتن تيرة أو كان قريش بان بك يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب دعوكي أو بكاتن وباش أو كأبو لهب والله بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم كأبو لهب ما بيغمبري صلى الله عليه وسلم أو آيات دابزي تبت يدا أبي لهب وتب يعني آياتك الصريحة كسبب نزولك أو آياتي تسير تبت يدا أبي لهب لك أو كوالله بيغمبري دايتو بيغمبري عليه الصلاة والسلام بدرو خستو باش أو الصريحة كسبب نزول أو آياتي أو حادثية أو حجته أو زي التعبير بالنزول ما هي غير صريحة باشا. ومن التعبير بالنزول بعبارة غير صريحة في السببية ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. أحسنت. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية أنفسهم حرجا. والله استوى آية 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. باشا آية زبير كري عوام باشا كري بلشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داشي صفية كبلشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خشي أي عبد الله باشا دفرميتن أو آية إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك أو حديثة دطاني برين صريحة لو أو آيات الدرباري أو حادثة كإشكاليات هبوا لبين الزبير ولبين أنصاري كي أو آيات التايبة لسروان دابزيا صريحة وقدر إني لا أحسبه من واقع ما عندما آيات درباري أو حالتانا دابزيا فأوليركو أنا تعبيرك لسبب نزولك صريح نية غير صريحة. طبعا حادثك قال حادثك يرون كينو يك بوينت هي إشكالياتك دروز ولا بين أنصارية شي لقير لبين زبير كوري عوام كالزبير بن عوام خزمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولمهاجرين هاتن قوتيان أما دو باق سمانية أو آوا إشكاليات منطق كالتسري بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي الزبيري أتو باق سكي خود أو ده أو بيري أو شتيك أو آوي سرتساوي آوي لك نتوه دوه آوا كيلي قري بابر ولو زيرانكت لو زيران أنصاريك قوتي لبروي كوري بلك تلبران دي حكم دكي. طبعا بيغمبر صلى الله عليه وسلم زارية كم بفضل حكمي كرت زارية كم حقك لكن زبيري ببلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو فضلك وكو تاكك لقر أنصاري قلت آوكد بنيرنك كحقي وأنصاري بيتن لو لبروي دوية بيغمبر صلى الله عليه وسلم بالزبيري دريتن اسقي يا زبير ثم احبس الماء باقتك خود أو دوية آوكي بقروا حتى دقريتو صرت آوكي خوي أو زاري حكمي بعدلي كرت كاو كابرا اعتراضي لحكمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم أو زاري حكمكي بعدالة لو كرت زاري كان بفضل بوس كاغربرين حكمك الاصل دا يكسام بوا والعياذ بالله ده بتظلم زاري بوا وبيغمبري صلى الله عليه وسلم منزه لو يكا ظلم نيت كسجيبكات. فزبير دريتن إني لا أحسب هذه الآية دابزي الدرباري ما دابزي بلان آية عامة ورنگا پیش هنجي دابزي بتن بس دردمج بلان پیونديك هي لبين آياتك ولبين حادثك وان كذا فرميتن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم حكم يسشت تشيدا أجرتش لمصلحتك في نبيتن والله نبي حرجك لا سينجت هبيتن. فأوش يعني أسباب نزول جرينجي زور هي بلان بزاين أو أسباب نزوله فعلا سبب نزوله شيء حقيقية ياخذ سبب نزولك كربط كردنا شيء غير صريحة. طبعا هو أهميتي دبي تحديد كردني هندق معناه بلا مستعليلكو أنا معناه كي واضحة إشكاليات ما لقيريني أجر صريح جنبيته إشكال معناه كي تواضح والله. ومن التعبير باللازم قول ابن القيم وكذلك قول من قال المخضوض الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه فسره بلازم المعنى، وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة وفردا من أفراده تارة،
ومثالا من أمثلته فيحكيها جماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها. ولا اختلاف وجه نمونيك هنا مانو. هذا يحكيها الجماعون للغث والسمين أقوال مختلفة دلين أو آيات صار قولي تداهية آيات صار قولي تداهية هم يقوله وهل يكو نمونيك هنا يتوا بلازمي أو معناه. ومن التعبير بجزء المعنى ما ذكره ابن القيم خبائر متيدا في تفسير لفظ تبارك. ماذا قال ابن القيم؟ قال بعض المفسرين يمكن أن يقال هو البروك فيكون تبارك يعني ثبت ودام أزلا وأبدا. بروك يعني ثبات، فيلزم أن يكون واجب الوجود لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا، وهذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه برفع سبحانه يجمع هذا كله، دوام وجوده وكثرة خيره ومجده، مجده يعني قوله، وعلوه وعظمته وتقدسه يعني باتشو بيقردي، ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله. يعني كلمة تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين. مفسرين كان كو تفسير يعني عندك قلتيان تبارك الله يعني تعاظم الله، عندك قلتيان تقدس الله، عندك قلتيان تبارك الله أحسن الخالقين بلقي لسرك أخوي قوله سبحانه وتعالى واجب الوجود. طبعا واجب الوجود هو مسألة كلام ينام بسم الله، مسألة عقلي كلام ينام بسم الله وتفاصيلي وقت مانية. فأقوالنا هي أقوالنا خلاف لبينيان ياخذ تعبير كردنا بجزء لمعنى تبارك. ابن القيم دل أو معنى أنا همي بيك وتزمع كين همي تواوا سكيس تعارضك لبينيان نية بنا أو كابرة مفسرات قلتي تبارك الله أحسن الخالقين قلتي أو معناه تقدس الله نمونشي نايته وببشش أو معناه أو يقولتي تعاظم بهمان شيء أو يقولتي كثرة الخير بهمان شيء أو يقولتي كتبريكه على من يشاء من خلق يعني خلق خواهي قوله سبحانه وتعالى عندك لا بندكان وش بيغمبران وكو مثلا عندك لا أهل الصلاح مبارك دكا خواهي قوله سبحانه وتعالى أو هم معناه تبارك الله أحسن الخالقين دي قرتوه. فهو ناكرة اختلاف لبيننا أو بيدرين تعبير بجزء المعنى أو جزورة طبعا غالبي أو تفسيراني كموجودة لكتابك أو نوعيه أو خلافك دبيني خلاف لحقيقة دا خلافني خلافك أو بجزء معنى باسكي وجزء معنى باسكي. ومن التفسير السياقي تفسير العاديات بالخيل في قوله عز وجل والعاديات ضبحا ولا يقال الإبل لأن الإبل لا تضبح إذا عدت فالضبح تنفس الخيل. باشا دريتا والعاديات ضبحا الضبح بمعنى تنفسي يعني هنا سدان صهيلي خيلي باشا يقل معناها كانتي قلت راشا لروي لغة ضبح هل هم هنا سدان شي قلتوا. إمام علي الجيلي كابن عباس أو آياتي بونوعي تفسير ذاك والعاديات ضبحا قلتي المعنى الخيل يعني أسم باشا كإمام علي الجيلي قلتي أو آيات بمعناين يلا بروي كادق آيات دابزي مسلمان خيل ينبو بس إبليان هم وخاي قرش سنبا أو عادياتي دخوا كمسلمان بكار يعني نالو جهاد. فهذا أين كان لهم الخيل دين سيستعملوا مني باز ذكي. فأولئك أنا إمام علي اعتباري كرتسر سبب نزولي وقت أو آياتي مكي ويا مدني وحالتي يعني معلوماتك متعلقة بكاتي دابزاني آياتك لبا هندي ترجيح معناه إبلي كي لبري مسلمان أو كاتي إبليان هبوا. ابن عباس بقشتي تماشاي كده معناها لروي لغوية لخيل نزيكتر لبروي خيل هي التي تضبح إذا عدد يعني غارب ده ضبحش يعني أو صهيلة أو دنجيك أسبلي دتسكاتك مثلا غارب ذات. فأولئك أنا تفسير السياقي ببي السياق كي ابن عباس تفسيري كده وإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببي أسباب سبب نزوله وقت نزولك تفسيري كده. أو ذلك أنا دبي مثلا دراسة بكري كما قول راجح ترى أو باب تشكي بس ترجيح هناك نستا بس ويدكين كأنواع كاني تفسيري سلف ضاني كمثلا عندك كان تعبير بجزء المعنى عندك كان
تعبير باللازمة عندك تعبير السياقية بله. وفي تفسير السلف عبارات سببها الرد على بعض الطوائف وهي قليلة، ويظهر في تفسير السلف أثر اهتمامات المفسر منهم، فتظهر العناية بالوعظ عند الحسن وتلميذه قتادة، والعناية بالسيرة. تفسيري حسني بصري زوزو خوش أويك ابن كثير لنقل لك أويك مثلا زعنا لأن نقل كذي وعظي تدا يعني تذكيري تدا بهمان شيء قتادة زهدة يعني حسن زور معروف أبوي أجرتش كان من كبار العلماء لكن يعني تامش تايبتي بلام ما كذبيني هندك هيش كيكسر دليل كلمة الضر المرض أو يعني بلام حسن دائما تعبيره شيء وعظي زواني هي كوكرايتونيا بله. والعناية بالسيرة وما يتعلق بها عند ابن إسحاق، والعناية بالمبهمات وأنسابهم عند مقاتل بن سليمان والكلبي، والعناية بقصص السابقين عند السدي وابن إسحاق، وهكذا. ودبيني هركسك اختصاصي خوي تأثير لذلك حتى على السلفش حتى على طبقي تابعين وأتباع تابعينش اختصاصي تأثير لذلك على كاتي تفسير كردني آتي والله. وتختلف العناية بتفسير السلف من مفسر إلى آخر، كما تختلف عناية المعتنين به من جهتين: الأولى العناية بالإسناد، وممن يعتن بذلك عبد الرزاق الصنعاني. طبعا عبد الرزاق كتابة شيء تفسير شيء هي موجودة طبعا كلا بلام كامل نية. وعبد بن حميد بامان شيء تفسيره كي مفقودة بلام زوري اللي نقل كده ابن كثير يعني متأخرين. طبريش موجودة. ابن المنذر أبو بكر بن المنذر الشافعي ايش لسيصات تشتشي وفاتك ايش تفسيره كي موجودة بلام كامل نية. ابن أبي حاتم معظم تفسيره كي موجودة باش الشعر الزوري. أبو الشيخ تفسيره كي مفقودة أبو الشيخ الأصبهاني. وابن مردويه كناي أحمد بن موسى بن جعفرة تفسيره كي يتاو دو صالي رابردو مفقود ولام لو دو صالي رابردو جزء شيء مخطوط إلى ألمانيا دوزرايتوا طبعا كله مزلدك دو مزلدي. تفسير ابن مردويه هكذا يقرأ ابن مردويه ويقال مردويه لكن مردويه هو الأصفر على وزن سيبويه. فأنا اهتمام بسند جدا هر قولة نقل كان بسند نقل ده كان ببي سند نقلنا كان لا سلف ومجموعات شان نقل ده كان بلام من دون ذكر للإسناد. أنا كلو نوعين متأخرين عادة ومن يعتنوا بذلك الثعلبي تفسيره هي ومطبوع الشو ومشهور الشاء، الماوردي النكت والعيون، البغوي معالم التفسير، ابن عطية أندلسية أبو محمد بن عطية صاحب كتابي المحرر الوجيز، ابن الجوزي زاد المسيري هي، ابن كثير تفسير القرآن العظيم هي، والسيوطيش دو تفسيري هي يعني شيء در المنصور هي ناس المدرسة هذه تفسير الجلالين نيوي نيوي جلال المحلي ما مصطايتي نيوي كرديا جلال السيوطيش نيوي كي تاو كرديا بس طاني تفسير الجلالين وكمتنك يعني زور مركزة وكمتنك مثلا بخيندري بلام يعني ناكري مثلا اعتمادي كلي لسببك وكو تيجيشتن لمعانيا كان يعني ده بكتابش كده هرابي لقري كلبي أو باس ماكر متقدمة كلبي زمع كرا احتمال زمع كرا بيا قلنا نمزاني موجود بيتا تسهيل لعلوم التنزيل تسهيل لعلوم التنزيل نمزاني ابن جزي أو التسهيل ابن جزي فاقيشتنا مبحثي تسالم إن شاء الله ليركو عن رادة وستين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.